يا عالدنيا يا عالدنيا يا عالدنيا الدنيا بقت وحشة أوي، خد بالك يعني بقت وحشة أوي، والماتشات بقت وحشة أوي وال... والحماس بتاع الماتشات بقى وحش أوي، وإنك أنت شايف إنك أنت ممكن تخسر عادي الماتش، وأنت ممكن تكسب نفس الماتش، وممكن تعادل نفس الماتش، والماتش يبقى صعب وتكتلات دفاعية بقى وناس بتدافع، فده كله صعب والله مش سهل. واخد بالك يالا، واخد بالك إن أنت في واحدة من وحيد دول كده. دي يا معلم واحدة منهم كانت على قفاك، واحدة منهم كانت على قفاك في يعني. والله العظيم رونالدو وإيسكو ومارسيلو عملوا معاك الغلط. أكاد أجزم إن ده واحد من أسوأ الماتشات اللي أنا شفتها لواحد زي تشاوميني. أنا هنا بتكلم مع تشابي ألونسو، مش بتكلم في العموم. وأكاد أجزم برضو إن دي واحدة من أسوأ الماتشات اللي أنا شفتها لبلينجهام. وأكاد أجزم أكتر إن واحد من أسوأ المدافعين اللي أنا شفتهم في حياتي أسينسيو. يا معلم اصل ده مش مدافع، والله بجد ده مش مدافع يا معلم. كنا بنشبهك براموس، ايه العته والعبط والهطل اللي انت بتعمله. هنتكلم عن ده كله بكل بساطه. ماتش كسبناه، ماتش طلعنا كسبانين منه، ماتش خدنا منه 3 بونت، فاللي احنا عايزينه كله خدناه قبل ماتش الكلاسيكو. بس انت مش فاهم دي من ده، ودي حلقه ريال مدريد ويوفنتوس في دوري الابطال 1-0. يلا بينا خش في الحلقه. والله انا طالع من الحلقه وطالع من الماتش كسبان وطالع مبسوط. ليه؟ لان عندنا شويه حاجات كده يا معلم والله، وخصوصا ان ده بالنسبه لي واحد من اصعب الماتشات اللي موجوده في دور المجموعات. لو جيت بصيت على دور المجموعات الفرق اللي هنلعبها كلها، ده واحد من ارخم الماتشات لو ما كانش ارخمهم. وده بالذات اللي قلته لك في حلقه التوقعات اللي قلناها بعد القرعه. عارف ان اليوفي مش في حالته، عارف ان اليوفي وحش قوي في الدوري، وعارف ان اليوفي لسه خسران من كومو. بس يا معلم والله فعلا يوفي ارخم فرقه ممكن اقابلها في دور المجموعات. فرقه بتدافع تكتلات دفاعيه رخمه، تكتلات دفاعيه وحشه. فلا يا معلم ما اخافش منها ليه يعني. عندي شويه حاجات خفيفه بس حبيت اتكلم عليها بعد الماتش. عارف ان انا كسبت الماتش، وعارف ان طلعت من الماتش 3 بونت اللي انا محتاجهم، وطلع يا معلم والله مريح كميه لعيبه. فليه يا معلم ما بقاش طالع كسبان وبسقف لواحد زي الونسو مثلا. الونسو لو جيت شفته الماتش دوت بالذات، فهقول لك انه عنده شويه مشاكل كتيره. اولهم ان تاني ببدا بلينجهام. ويا معلم والله واردا جول في الملعب. انا عارف ان بلينجهام لاعب كبير راجع من الاصابه، ولازم تلعبه زيه زي فيني زي مبابي. بس يا معلم بلينجهام فعلا خلاص يعني. انا يا معلم في اوقات بحتاج فيها بلينجهام واوقات لا. يعني النهارده شفت اسوأ مباراة تشاوميني، ما ينفعش الومه بجنيه. ليه ما ينفعش الومه؟ لان والله تشاوميني عنده مساحة فدان يجري فيها، حمار بيجري في الملعب. تشاوميني حرفيا قدامه مساحة كبيرة قوي لازم يغطيها لوحده، مش هو وسيبايوس مثلا. فالمساحة اللي انت سايبها في نص الملعب ومضطر من تشاوميني انه يرجع يدافع ويغطي دي كلها، صعبة قوي على تشاوميني. ومش تشاوميني بس اللي صعب عليه، اي حد صعب عليه. طيب سيبك من تشاوميني، عندي يا معلم والله اردا جولر بتخليه يعمل ادوار دفاعيه اللي هو مش حلو فيها، وبتخليه يقل كتير في الحاله الهجوميه اللي هو ممتاز قوي فيها. طب ليه يا معلم والله اردا جولر ممتاز قوي هجوميا اموته حرفيا هجوميا؟ عشان يا معلم والله محتاج منك ادوار دفاعيه وتغطي على تشاوميني. طب يا معلم طب ليه ما اصلا ما نشيل واحد بقى من 3 في نص الملعب، وممكن يبقى اردا جولر عادي جدا، وننزل واحد زي سيبايوس اللي هو بيرجع يدافع، ممتاز في الحاله الدفاعيه ممتاز في الحاله الهجوميه، وبيعرف يطلع بالكوره. طب يا عم سيبك من نص الملعب خالص. خط الدفاع اللي انت بدات فيه باسينسيو ميليتاو كاريراس، وقررت طول ما انت معاك الكوره بتدافع في نص ملعب يوفنتوس وعامل تضييق للمساحات ما بين خطوطك بشكل كبير. طب هل انت شايف ان الثلاثه اللي بيلعبوا في قلب الدفاع عندك هم مناسبين قوي للخطه دي؟ فليه انت مصر تعمل حاجات غبيه في الملعب ممكن تخسرنا ماتشات وتخسرنا بونت، او تخسرنا 3 بونت، او تخسرنا ان احنا نخلينا متعادلين قدام يوفي في ملعبي؟ ماتش مش سهل عليك بس يا معلم في ملعبي. امال هعمل ايه قدام ليفربول في انفيلد؟ وهعمل ايه قدام برشلونه الاسبوع الجاي؟ فشويه حاجات اتمنى اشوف لها حل. اتمنى اشوف ان اللاعب الوحش بيقعد على الدكه. اتمنى اشوف ان اللاعب اللي مش حلو بيقعد على الدكه. اللاعب اللي مش في حالته بيقعد على الدكه. مش بلينجهام عادي حلو وحش هيلعب. عارف ان بلينجهام لاعب كبير، وعارف ان بلينجهام هو اجباري لازم يلعب لان ده بلينجهام برضه في الاول والاخر. بس يا معلم والله هو لسه ما رجعش بس النص بلينجهام اللي هو اون فاير يا معلم. بلينجهام انشوتي اول سنه. لا يا معلم والله في حاجات لازم ابص على الحاله اللي موجوده دلوقتي. فعلا بلينجهام دلوقتي هو وحش قوي. فاتمنى اشوف ثلاثي نص الملعب في ماتش برشلونه هو سيبايوس، تشاوميني،
اردا جولر. لك ان تتخيل يا مؤمن ان الماتش بتاع اليوفي اللي احنا لسه متفرجين عليه ده، في 3 بيلعبوا في نفس المركز موجودين في الملعب. اردا جولر، ابراهيم دياز، بيلينجهام، ال3 موجودين في الملعب، ال3 اعلى فئه ليهم في نفس المركز. يعني ولا اردا جولر بيرجع يدافع حلو، هو مجبر يعمل كده بس هو مش ممتاز في الحاله الدفاعيه. دياز مش ممتاز انه يمسك الخط، هو مش فينيسيوس جونيور مثلا، هو اللاعب اللي بيعرف يتمركز في رقم 10. بيلينجهام هو رقم 10 صريح. فيا معلم والله 3 بيلعبوا في نفس المركز كتير، صح؟ كتير، اعتقد ان هو كتير. ما نعملهاش تاني بقى. اخر حاجه ممكن اتكلم عليها، هو فعلا يا جدعان والله ممكن اسال سؤال، وسؤال بيراودني بقاله حبه حلوين، بس عارف ان هو هيروح لسكه بقى الكرنجي بقى، وهيروح لسكه مش حلوه. مين احسن حارس في تاريخ ريال مدريد؟ واحد من احسن الحراس في التاريخ. لو جيت بصيت لها على الارقام وعلى النوستالجيا شويه ممكن اروح لحته كاسياس، بس لو جيت بصيت لها على الفعلي لا، كورتوا انا شايف ان هو يرتقي انه يبقى احسن حارس في تاريخ ريال مدريد. يعني الوحيد اللي بينافسه شويه هو ممكن يبقى كاسياس، بس بجد يعني كورتوا انا شفت معاه حاجات، هو اسطوره بمعنى الكلمه. فقول لي رايك في الكومنتات، مين احسن واحد او احسن حارس جه في تاريخ ريال مدريد؟ بس كده، ودي كانت حلقه هزار خفيفه وحلقه شويه عيوب خفيفه في ماتش ريال مدريد ويوفنتوس. شايف على ريال مدريد ومنتدى، ودي حلقه ريال مدريد ويوفنتوس في دور المجموعات. سلام. وهيلا هيلا وهيلا هيلا هو اليوفنتوس.